السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا في قناتي وصفات ومعلومات. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القرص المحشية بالعجوة والمكسرات. عملتها بالسمنة البلدي، طعمها حلو جدا وهشة وخفيفة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. يلا بينا نروح نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. نبدأ كده بالمقادير. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. على حسب كمية الدقيق اللي هتستخدميها. انا النهاردة هستخدم 2 كيلو من الدقيق. القرص بتاخد حوالي ربع كيلو سمنة، الكيلو بياخد ربع كيلو سمنة وكوبايتين من الحليب، وممكن معلقة يعني متوسطة من الخميرة، ده للكيلو الواحد. النهاردة احنا هنعمل 2 كيلو من الدقيق، هنستخدم معاه الكوبايتين. الكيلو بياخد كوبايتين حليب، وممكن تزودي يعني ال2 كيلو هياخدوا 4 كوبايات. ممكن نحط نص مية ونص حليب على حسب المتوفر. وعندي لفتين كده من العجوة او عجينة التمر، علشان انا بحب احشيها بالزيادة تمر. وعندي كمية من السمسم المحمص، زي ما انت حابة بقى اضيفي السمسم. عموما السمسم مغذي جدا للاطفال، حطي زي ما يعجبك. ومعلقة كبيرة من الخميرة، معلقة اكل. وعندي كمان رشة من الملح، ومعلقتين من السكر علشان يديها حلاوة كده شوية. وعندي نص كيلو سمنة بلدي. السمنة البلدي بتبقى اطعم ومش مضرة زي الزبدة المهدرجة، صحية وكويسة وطعمها حلو جدا في القرص والقراقيش والحاجات دي. دلوقتي بقى انا هاخد الدقيق انخله. هناخد السمنة كمان يا بنات، يا اما نفضيها في كزرولة كده ونحطها على النار تسخن. مش عايزينها تبقى سخنة قوي، احنا بس يا دوبك هنخليها كده اكتر من الدافية شوية، او بنحطها في الميكرويف تفك شوية كده وتاخد حرارة شوية يعني تبقى سخنة. وبعدين بقى هنضيفها على الدقيق. دلوقتي كده يا بنات انا خلاص نخلت الدقيق وحطيته في العجان. هحط بقى اليد اللي بتاعه الخلط دي لحد ما اخلط السمنه مع الدقيق كويس، وبعدين هنبقى نغيرها لما نيجي نحط الدقيق ونحط بتاعه العجن. وعندي السمنه انا خلاص سخنتها شويه كده. هبدا اضيفها بقى بسم الله على الدقيق، ونعجنهم مع بعض كده لحد ما السمنه تشرب كويس من السمنه. الدقيق تشرب من السمنه. ريحه السمنه فظيعه حلوه جدا، احلى من الزبده بكتير. هضيف معاها بقى معلقه الخميره تختلط معاها، ومعلقتين السكر والسمسم، واسيبهم يتمزجوا مع بعض كويس قوي حوالي دقيقتين 3 كده. في الوقت اللي السمنه اتبست كويس مع الدقيق، ريحه السمنه البلدي رهيبه. وبتفضل نمزجهم مع بعض كده لما نلاقي العجينه بقت بيضه ويعني نعمت كده، وتحس ان هما بقوا حاجه واحده بالشكل ده كده. كتر البس فيها بيخليها تطلع قوامها حلوة قوي. دلوقتي بقى انا هشغل واضيف الحليب شوية بشوية. بسم الله. انا كده غيرت اليد بتاعت العجن علشان التانية ما تتكسرش مني، واكمل بقى كمان رشة الملح. بعد ما العجينه خلاص كده اتعجنت معايا كويس وده قوامها زي ما قلت لكم، خدت 4 كوبايات حليب، او ممكن كوبايتين ميه كوبايتين حليب زي ما انت حابه، يعني تضيفي نص ونص. انا حطيت 3 كوبايات حليب وكوبايه ميه. هحط بقى شويه زيت كده على العجينه بحيث ان هي تتلم معايا. كده يا حبايبي خلاص
العجينه اتشكلت وبقت كويسه، اتعجنت كويس قوي. ومزجت السمنه مع مهم جدا ان انت تمزجي السمنه مع دقيق كويس قوي يتشربوا من بعض. وريحه السمنه البلدي مش قادره اقول لكم حلوه قد ايه، احلى بكتير من الزبده والسمنه العاديه وصحيه اكتر. بلمها بس كده شويه بايدي. وبصوا هي طريه شويه لان القرص دايما بتبقى طريه شويه بالشكل ده. ده شكل العجينه حلو، ما بتتقطعش. بعد كده بقى انا هغطي العجينه دي، سيبها ترتاح شويه حوالي 10 دقايق كده. وعندي هنا العجوه انا خلاص طلعتها من الكيس بتاعها. هطريها كده بشويه من الزيت علشان اعرف اشكلها. ممكن لو عندك بقى ريحه كحك تضيفيها مع العجينه زي ما انت بتحبي، محلب، ينسون، اي طعم انتوا بتفضلوه. بعجن كده بقى الزيت مع العجوه او عجينه التمر. وبعد كده ببدأ اشكلها كور صغيرة. انا على ما العجينة ترتاح هبدأ انا بقى اشكل في العجوة بتاعتي دي كده. عندي الطبق بتاعي ده هحط فيه شوية من الزيت علشان ما تلزقش فيه، حاجة بسيطة كده. وبعد كده بقى هنبدأ نعمل كور الحجم اللي انتوا حابينه زي ما انتوا عايزين. لو انتوا بتحبوا فيها العجوة كتير هتعملي كور كبيرة شوية. انا هعملها كده متوسطة بحيث ان هي تبقى معقولة الحجم يعني، بالشكل ده كده يعني، علشان ما تبقاش كبيرة قوي واعرف اشكل العجينة في جواها. وعندي هنا يا بنات كمان طبق دول شوية من المكسرات المطحونة، لوز على جوز هند على جوز او اللي هو عين الجمل، بضيفه معاهم واخلطهم مع بعض كويس علشان يدي طعم حلو وقيمة غذائية كويسة برضو. يعني علشان احنا في البرد وكده الواحد ما بيقدرش يقوم يعمل مثلا سندوتشات واكل كتير، فيبقى دي حاجة ياكلوها مع الحليب وفي نفس الوقت مغذية وغنية بالتمر والمكسرات والحليب، وفيها سمسم كمان علشان الكالسيوم. كده يا بنات انا كورت التمر بتاعي، شايفين المكسرات باينه فيه ازاي، بتدي طعم حلو جدا. وكمان هنبدأ برضو نكور العجينة بتاعتنا كده كور مدورة. باخد حتة من العجينة واحطها على الطبق كده بالشكل ده علشان ما تنشفش مني، يا دوب حتة بحتة كده على قد الشغل بالشكل ده كده، وادورها واحاول اخليهم كلهم احجام واحدة. طبعا بقى اولادك دلوقتي اجازة ومفيش مذاكرة ولا حاجة، ممكن يساعدوكي علشان تخلصي بسرعة. انا برضو هعمل شوية كويسين كده. وحاولي برضو يعني اللي تعمليه اللي تكوريهم تشتغلي فيهم على طول علشان ما تخمرش قوي منك. فحاولي حد يساعدك علشان العجينة ما تخمرش قوي وتبقى عاملة زي العيش كده بالشكل ده كده. هكمل بقى بقية الكمية اللي عندي وهاخدهم بقى في الصالة ونقعد كلنا نعمل فيهم كده، نشتغل فيهم. وعندي السيجان كمان انا غسلتهم وسايباهم يصفوا من المية شوية. عندي كده بنات ده السيجان بتوعي انا غسلتهم ونشفتهم من المية كويس، بحط فيهم بقى مسحة بسيطة من الزيت. بقى يا بنات نبدأ نشكل القراص بتاعتنا. بعمل فجوة كده او فتحة للتمر بتاعي، وبعد كده بحط التمراية واقفل عليها. طبعا العجينة معايا قوامها مظبوط جدا، بتتقفل بكل سهولة. طرية شوية لان القرص بتبقى احلى وهي طرية شوية. وبعد كده بقى انا بفردها في الصاج بتاعي على طول كده، ما بخليهاش سميكة قوي، بخلي سمكها متوسط، او ممكن على الرخامة بتاعتك كده الحجم اللي انتوا بتفضلوه، صغيرة كبيرة زي ما انتوا حابين. وحطهم كده مع بعض في الصينية. نعمل واحدة كمان، هعمل فتحة كده او فجوة
واحط فيها التمرايه. طبعا انا بفضل القراقيش اكتر، سريعه اكتر في الشغل، ما بتاخدش وقت، بس طبعا يعني التغيير حلو وكل واحد على حسب ذوقه واللي بيحبه. القرص جميله برضو كده. ونخلص بقى كل كميه العجين اللي معانا على الشكل ده كده. ودايما وانا شغاله في الشتاء بالذات لازم اغطي العجينه بتاعتي اول باول علشان ما تنشفش مني من الهواء. الحجم كويس كده، وبنغطيها علشان وشها ما ينشفش. وهخلص بقى كل الكميه ونرجع نشوف هنكمل ازاي مع بعض. كده يا بنات انا خلصت كميه من القرص بتاعتنا. اول ما بتحسي وانت بتشتغلي ان العجينه بدات تخمر، مش لازم تخلصي كل الكميه وبعدين بتدخليها الفرن. اللي تلاقيها خمرت معاكي خلصيها ودخليها الفرن على ما تخلصي غيرها تكون استوت، علشان ما تخمرش قوي منك وتبقى عامله زي العيش كده. دلوقتي بقى بعد ما شكلت الصواني اللي معايا دي، هنبدا بقى نغزها كده بالشوكه علشان لما تقب كده في الفرن ما تبقاش تتكسر وهي محطوطة في الصينية مثلا او الحاجة اللي هتعينيها فيها، وتبقى مفصولة عن التمر فتتكسر بالشكل ده كده. وكمان بتدي شكل حلو. انا ولعت الفرن على درجة حرارة 220، يعني درجة حرارة حامية شوية. بس انتي لو هتعمليها في الفرن البوتاجاز حاولي ما تعليش النار من فوق قوي، يعني خلي الشواية على نار هادية ومن تحت نار متوسطة، بحيث ان هي ما تتحرقش معاكي بسرعة وهي من جواها لسه عجينة. فلازم تظبطي التسوية علشان تطلع حلوة معاكي وشكلها يبقى جميل وطعمها حلو. هخلص بقى الكمية دي كده والفرن عندي بيسخن. بعد كده بقى هدخلهم الفرن يستووا، ولما يخلصوا ان شاء الله نرجع نشوف شكلهم النهائي هيبقى ازاي. ده كده يا بنات شكل القرص بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. هي طبعا شكلها احمر وجميله جدا، احلى من اللي في الكاميرا. مش عارفه ليه الكاميرا بتفتح كده الحاجه، بس هي جميله جدا. شايفين لونها ذهبي وريحتها بقى روعه، جميله جدا جدا وطريه. شايفين قوامها من جوه، انا عشان مكتره فيها تمر. جربوها باذن الله تعجبكم جدا. حاجة سريعة كده للفطار علشان الدنيا برد بقى ومش قادرين نقوم نعمل الفطار يعني كتير سندوتشات وكده. هي مغذية فيها كل القيمة الغذائية. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. يا ريت بقى تدعموني باللايك وجربوها وقولي لي رأيكم في الكومنتات، ان شاء الله تعجبكم جدا. سريعة ما بتاخدش وقت. اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.